عليكم ورحمة الله. اللهم صل على محمد. اليوم إن شاء الله نتكلم عن أفضل الطرق لاستخدام العسل على الريق للكبار للأطفال. أكثر شيء فيه فائدة. الصباح على الريق نص الكاسة هذه موية فاترة وملعقة عسل، نصب عليها مقدار ملعقة العسل على الموية الفاترة. للتجربة من خصائص العسل الطبيعي إنه ما يذوب وسط الموية، يعني الموية هذه لو جلست 5 دقائق 10 دقائق تذوق الموية، طعمها موية صافية ما فيها. طبعا تحرك العسل الين يذوب وسط المويه، شكل المويه يتغير تماما والعسل يصير ذايب بالمويه تماما. اللي يحب انه يزيد اكثر فائده ممكن مرتين بالاسبوع رفع المناعه اكثر. هذه حبه سوداء نفس المقدار هذا يعالجها، لازم تكون من مطحونه، تعالج بالاسنان. بعد ما اكلت الحبه السوداء طحنتها باسنانك، المفروض انه تكمل وراها الكاسه هذه. في الشتاء لا حد يستغرب، ممكن 10 دقائق الجسم. بعد 10 دقائق من استخدام العسل الحبة السوداء ممكن تضيف عليها فص ثوم صغير، تخرق بعود أسنان وتبلع سوالو بلع بدون طحن أو علج بالأسنان. بدون طحن بالأسنان على أساس ما تطلع الريحة كثير ويصير ما في أي ريحة. 10 دقائق الجسم إذا احتر عرقت، ترى هذا طبيعي جدا لأن الدورة الدموية تزيد من العسل. اليوم الثاني تغير برضه الفائدة أكثر. هذه قرفة مطحونة، القرفة المطحونة نص الملعقة هذه بس، نص الملعقة الصغيرة قرفة مطحونة، بعدين نحط عليها ملعقة عسل في الكاسة. والأفضل أن القرفة مع العسل تتحرك، الأفضل أنه يصير مزج للقرفة مع العسل وبعدين نصب عليها الموية على أساس ما يصير تكتل في القرفة. نصب عليها الموية، موية فاترة يعني بمقدار نص الكاس، ونحرك إلين تذوب. بعد ما تذوب تشرب. فائدة القرفة مع العسل هذه أغلب للجهاز البولي أعزكم الله، يصير في تنقية، يصير في تصفية. مع الحبة السوداء أيضا جدا مفيدة للجهاز. طبعا الأولى القرفة مع العسل بالموية، الثانية قرفة نفس المقدار لكن بدون موية، يعني قرفة. طبعا هذه بس قرفة وعسل وبرضه تمزج. هنا الفوائد للمعدة، القرحة، جدار المعدة. هذا طبعا هذا الخليط يمزج كامل، بعدين يوكل بالملعقة الصغيرة هذه، بعد تشرب موية عادي. طبعا اللي بالقرفة في البداية نسيت أذكرها، اللي مع الموية فيها فوائد للأطفال اللي عندهم تبول لا إرادي بالليل قبل النوم، ممكن يشرب جزء بسيط من الكمية هذه. العسل المستخدم ما يفرق أبدا، يعني أول استخدمنا السدر الأفغاني، الآن بحط عليها من الطلح، طلح حائل، هذا الطلح بلدي انزيماته عالية جدا. ونحط شوي من عسل الطلح، وعسل الطلح ثقيل مثل ما تشوفون طبيعته أصلا كذا. ونزيد عليه هذا كركم، في ناس تسميه عصفر، في ناس تسميه هرد برضه. هذا يوم ثاني أو يوم ثالث ممكن تستخدم الكركم معه، يحرك المزيج برضه بطريقة كويسة ويؤكل. هذه عبارة عن ملعقة عسل وعليها نص ملعقة الصغيرة هذه كركم. طبعا لا ننسى الحبة السوداء والثوم، مرة أو مرتين في الأسبوع كافية جدا. الكركم مرة، القرفة مرة، هذه كفاية جدا. برضو مهم جدا نص فنجان قهوة زيت زيتون، هذا الزيت الجديد اللي جاينا، شوفوا كيف اللون، ما شاء الله تبارك الله، شيء ممتاز. طعم لذيذ جدا، وممكن الواحد شوي شوي يتعود عليه. ممكن